هو قضاء السفيه؟ تعرف يعني ايه السفيه الاول؟ لا. اولا ربنا ذكر السفيه في القران في عده مواضع، ولكن لما تيجي تبص في القران هتلاقي دايما ان ربنا بيقرن السفيه بالتصرفات الماليه. ولذلك ربنا يقول ولا تؤتوا السفهاء اموالكم. ومن هنا العلماء قالوا ان السفيه هو الذي يحسن الكلام ولكنه لا يحسن التصرف في المال. بيتكلم لكن في المال ما بيعرفش يتصرف، سفيه. ولذلك الفقهاء قسموا لنا التصرفات على اتنين: تصرفات قوليه وتصرفات ماليه. فاهمه لحد كده؟ يبقى اذا سؤالي ليكي، هل السفه يعد جنونا ام خلل في التصرف والتدبير؟ ها، خلل في التصرف. جاوبوني يا اخوانا. مجنون. ولذلك سؤالي ليكي تاني وسؤال ليكم: النبي عليه الصلاه والسلام قال رفع القلم عن ثلاث، وذكر منها السفيه ولا ذكر منها المجنون؟ ها ذكر ايه؟ ها ذكر يا اخوانا، هل السفيه ولا هل المجنون؟ المجنون، وعن المجنون حتى يفيق. علمتي؟ يبقى اذا هذا السفيه بالغ وعاقل، خدي بالك، ومكلف ويحسن الكلام، يبقى هل يؤاخذ بما يقول ولا لا؟ اجيبيني، اجيبوني، هل يؤاخذ بما يقول؟ نعم. وده قول جماهير اهل العلم، قول جماهير أهل العلم على أن طلاق السفيه يقع. ليه؟ قالوا لأن السفه متعلق بالتصرف في المال ولا يتعلق بالتصرف أو في الأقوال. احنا بنتكلم دلوقتي، راجل بيقول لمراته انت طالق. طب هو انت دلوقتي بتقول عليه سفيه ليه؟ عشان ما بيعرفش يتكلم ولا ما بيعرفش يتصرف في المال؟ جاوبيني. ما يعرفش يتصرف في المال. بس كده. وعندك حديث النبي عليه الصلاه والسلام: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد. والراجل ده جد في كلامي. لذلك العلماء عملوا لنا باب اسمه باب الحجر. ايه باب الحجر ده؟ شوف بقى، اكتب القاعده الشرعيه دي: الحجر يرد على المال وليس على الاقوال. هو القاضي لما بيروح يحجر على الراجل لان ولاده بيشتكوه عشان هو ما يعني لا يحسن التصرف، ولا عشان هو مجنون؟ عشان لا يحسن التصرف في المال، هيضيع الفلوس. فاكر لما جينا اتكلمنا عن الضرورات الخمس اللي الشريعه الاسلاميه اتت بحفظها؟ فاكرها؟ ايه هي؟ فاكره؟ من ضمنها المال. فاكرين يا اخوانا الضرورات الخمس؟ نسيته صح؟ اقول ايه بس؟ من ضمن الضرورات الخمس اللي الشريعه الاسلاميه اتت بحفظها حفظ المال. حفظ المال. يبقى احنا لما بنحجر على الرجل بنحجر عليه علشان نحفظ الايه؟ الضرورات الخمس اللي من ضمنها الايه؟ اللي من ضمنها المال. لذلك العلماء قالوا عن السفيه يمنع من البيع والشراء ولكن لا يمنع من الزواج ومن الطلاق. علمتم؟ ذلك العلماء وضعوا لنا قاعدة أخرى ألا وهي أن السفيه يمنع من التصرف في الأموال ولكنه يؤاخذ ويحاسب بصحة الأقوال. العبرة أنه